اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من سلسله شرح البيفت تيبل. كنا اتكلمنا في الحلقه الثالثه عن خاصيه الجروبنج، وعرفنا ازاي نعمل جروبنج على بيانات نصيه وعلى بيانات فيها تواريخ وبيانات فيها اوقات. في الحلقه دي بقى هنستعرض خاصيه الشو فاليو از، اللي هي بتكون بديله عن خاصيه السمرايز فاليو باي اللي هي جواها ال11 ده اللي كنا اتكلمنا عنها في الحلقه الثانيه. فتعالوا بقى كده نعرف يعني ايه الشو فاليو از. انا لو مثلا عايز اعرض البيانات بتاعتي دي كنسبه مئويه من حاجه معينه، الحاجة المعينة دي يا إما جراند توتال، يعني أنا لو عايز أحسب مثلا نسبة مبيعات الكيبورد من الجراند توتال، اللي هو الجراند توتال ده عبارة عن إجمالي مبيعات الشركة كلها لكل المحافظات لكل المنتجات. أنا هنا الجدول بتاعي في المحافظات حاططها في الكولم والمنتجات حاططها في الرو. طب لو أنا بقى عايز أحسب مثلا نسبة مبيعات الكيبورد مقارنة بمحافظة أسيوط بس، فأنا عايز أخلي الرقم ده يتقسم بدل على الجراند توتال، أنا عايز أقسمه على الكولم توتال بتاعي. ففي برضو طريقة عرض البيانات بتمثل الرقم ده. طيب لو انا عايز مثلا احسب مبيعات او نسبة مبيعات الكيبورد مقارنة بالرو توتال، يعني مقارنة عايز اعرف مثلا نسبة مبيعات الكيبورد قد ايه في كل المحافظات على مستوى المنتج مش على مستوى المحافظة. فلو انا جيت مانيوال هنا كده وجيت حسبت مثلا نسبة، اللي هو انا هقسم النسبة بتاعت مبيعات الكيبورد ده على الجراند توتال، فهيديني ان هي بتمثل 10% من اجمالي مبيعات الشركة كلها. طيب لو عايز مثلا احسب نسبة مبيعات الكيبورد دي في محافظة اسيوط بس، فاقسمها على المحافظة فقط اللي هو الكولم توتال بتاع اسيوط، هيديني 39%. يعني المبيعات الكيبورد بتمثل 39% من اجمالي مبيعات محافظة اسيوط. طيب لو عايز احسب برضو نسبة مبيعات الكيبورد بس مقارنة بالرو توتال بتاعها او مقارنة بالمحافظات كلها، فاقسمها على الرو توتال اللي هو ال71,000 ده، هيديني 67%. يعني الكيبورد بيمثل نسبة 67% من إجمالي مبيعات الكيبورد لكل المحافظات. طيب الأول ناخد دول كوبي كده ونعملهم بيست في نفس المكان، بس عبارة عن أرقام، علشان لما أغير طريقة عرض البيانات دي بتتغير معايا تلقائي وممكن تبوظ الدنيا شوية. طيب تعالوا كده نشوف بقى ازاي نعرض الحاجات اللي احنا عملناها مانيوال دي بس في البيفت تيبل. انا هنا كنت بدي مثال على الكيبورد فقط. طيب لو انا بقى عايز اطبق نفس النسب دي سواء من الجراند توتال او من الكولم توتال او من الرو توتال بس على كل البيانات بتاعتي بتاعت البيفت تيبل، فهعملها ازاي؟ ادوس كليك يمين كده على اي خلية في الجدول بتاعي بتاع البيفت تيبل، وهلاقي في امر شو فاليو از هنا تحت سمرايز فاليو باي. سمرايز فاليو باي قلنا اللي هم ال11 ده اللي كنا اتكلمنا عليهم في الحلقه الثانيه، اللي هم سم وكاونت وافريج وهكذا. لكن شو فاليو از بقى اللي هو طريقه عرض البيانات مش طريقه حسابيه. السمرايز فاليو باي هي طريقه حسابيه، لكن دي شو فاليو از يعني انا بعرض البيانات بتاعتي ازاي بقى. عندي كذا طريقه ان انا اعرض بيها البيانات بتاعتي. اول حاجه بيقول لي نو كالكوليشن، فالنو كالكوليشن دي معناها ان انا بستخدم السمرايز فاليو باي. تمام. طيب لكن لو حددت مثلا الجراند توتال ده فانا هستغنى عن سمرايز فاليو باي وهشتغل بشو فاليو از. فلما حسبت هنا نسبة مبيعات المنتجات للجراند توتال بتاعي، فهو خلى الجراند توتال بتاعي هو ال100% اللي هو هينسب عليه كل الداتا بتاعتي. يعني هو خلاه ال100% اللي هو المقام بتاعي، وهنسب منه اي منتج للجراند توتال بتاعي. فطبعا اداني نفس النسبة اللي انا كنت حاسبها تحت هنا 10% و10 او 14%، هي نفس النسبة اللي طلعها لي بالبيفت تيبل بس لكل الداتا بقى. طب لو انا عايز احسب النسبة دي او كل مثلا منتج نسبته قد ايه في المحافظة بتاعته، اللي هو عايز انسب للكولم توتال مش الجراند توتال، هعملها برضو ازاي؟ شو فاليو از واقول له اوف كولم توتال. اداني 39% اللي انا كنت هحسبها مانيوال هنا. يعني هو نسب كل منتج للكولم توتال بتاعه، يعني خد كل المنتجات اللي هي في اسكندريه ونسبها للاجمالي بتاع اسكندريه، وخد كل المنتجات بتاعه الدقهليه ونسبها للاجمالي بتاع الدقهليه. يعني خلى الكولم توتال هو المية في المية وبينسب لي اي داتا جوه البيفت تيبل بتاعي. طيب لو انا عايز احسب برضو اللي انا كنت هحسبها مانيوال دي، اللي هي عايز انسب كل منتج من المنتجات لاجمالي مبيعات المنتج داخل المحافظات كلها، فهخلي الرو توتال بتاعي هو المقام بتاعي او هو البيس اللي انا هقسم عليه. فلو اخترت هنا كده من شو فاليو از اوف رو توتال، فهيخلي الرو توتال بتاعي هو ال100% وهينسب كل الداتا بتاعتي ليه، فطلع لي نفس النتيجة اللي انا كنت مطلعها هنا اللي هي 67%، اللي هي بتمثل نسبة مبيعات الكيبورد للرو توتال بتاعها. وهكذا هنا برضو المونيتور اللي هي الشاشات، النسبة دي بتعبر عن إجمالي بيع الشاشات في كل المحافظات منسبة إلى الرو توتال بتاعها، وهكذا يعني.
طيب جميل جدا. لو انا عايز بقى دول كانوا ثلاث طرق من طرق عرض البيانات في شو فاليو از. في برضو اكتر من طريقه، هناخد اللي هي برضو اوف بيرنت رو توتال. اوف بيرنت رو توتال واوف بيرنت كولم توتال، لازم يكون عندي في الرو هنا اكتر من فيلد علشان اقدر انسب الفيلد الواحده جوه البيرنت بتاعها. فتعالوا كده ايه، يعني بلاش الكلام النظري ده، وتعالوا نشيل اللي احنا كنا عاملينه في المثال ده، وننزل مثلا يعني نخلي المحافظة هي البيرنت للمنتج. اقول له يس هنا. فهو ايه، البيرنت اوف رو توتال مش هتشتغل غير لما يكون عندي اتنين فيلد في الرو، وهكذا برضو البيرنت اوف كولم توتال مش هتشتغل غير لما يكون عندي تو فيلدز في الكولم هنا. طيب تعالوا بس كده الاول نلغي الشو فاليو از دي، نقول له نو كالكوليشن، مش عايزين اي حسابات، وننزل سعر الوحدة نخليه مرة كمان في الفاليو علشان يبقى عندي الصم بتاع المنتجات، وعندي هنا برضو كولم تاني اقدر اشتغل عليه بشو فاليو از. فانا هنا لو عايز مثلا انسب المنتجات بتاعتي بس لكل محافظة، يعني عايز اعرف مثلا نسب بيع المنتجات دي في محافظة أسيوط فقط، وعايز أعرف نسب بيع المنتجات دي في محافظة الإسكندرية فقط، ونسب بيع المنتجات دي في محافظة الدقهلية، يعني أنسب كل بيع لكل منتج لكل محافظة بتاعته. فأنا هنا لازم أستخدم بقى اللي هو الخاصية بتاع of parent row total. أنا هنا في الرو هنا عندي المحافظة تعتبر هي البيرنت بتاعي، هي الأب، والمنتج هو اللي نازل منها أو هو اللي متفرع منها. فلو أنا عايز أعمل الكلام ده هروح للشو فاليو از، وهقول له بيرنت رو توتال، يعني انا نسب لي المنتجات دي للرو توتال بتاعها. لو انا خدت على جنب كده وعملتها مانيوال عشان نتاكد برضو، لو انا قسمت نسبه بيع اللابتوب ده مثلا على ايه المحافظه بتاعته، يعني خليت المحافظه هي البيز بتاعتي او هي المقام بتاعي اللي انا هقسم عليه، اداني نفس النسبه اللي طلعها البيفت تيبل بالطريقه بتاعت شو فاليو از بيرنت اوف رو توتال. اخر حاجه معانا بقى في شو فاليو اس، اللي هي الحاجه اللي هي عكس البيرنت اوف رو توتال، اللي هي البيرنت اوف كولم توتال. ودي هسيبها لك بقى يعني تجرب عليها، واكتب لي رايك في التعليقات، ولو اي حاجه وقفت معاك برضو اكتب لي في الكومنتس. والحلقه الجايه هنبدا بالبيرنت اوف كولم توتال، وهنكمل الكذا طريقه بتاعه الشو فاليو از اللي هي الديفرنس فروم والحاجات بتاعتها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب. تحياتي محمد الديري.